السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض أكلة مصرية من الدرجة الأولى. هنعمل النهاردة مع بعض الفراخ البلدي، وهنعمل المحشي المشكل في الفرن. هنعمله في الفرن على طريقة جدتي الله يرحمه. أول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدأ على طول. بداية كده ده شكل الفراخ بتاعتنا بعد احنا ما خلصناها. على فكرة هي مسلوقة مش مشوية، بس هي طعمها أحلى من المشوي كمان. اول حاجه كده هنجيب طبق ونحط فيه الفراخ بتاعتنا اللي مغسوله قبل كده ومتنضفه كويس، بس لازم ناكد برضو على غسلها في البيت. هنغسلها بليمون وملح او خل وملح او اي حاجه موجوده عندك. لو عندك مثلا دقيق ولا حاجه ممكن تغسليها بيها برضو. هنعصر نص الليمونه دي كده عليها، ونجيب كمان معلقه من الملح نبدا ندعك بيها الفرخه بتاعتنا دي بلدي مش فراخ بيضه، فده طبعا لازم نسلقها في الشوربه الاول. بعد ما غسلناها كويس جدا وشطفناها مرة كمان، هنبدأ نجيب حلة على النار نحط فيها مية بتغلي. وبعد المية ما تبدأ تغلي معانا هنبدأ ننزل عليها بالفرخة بتاعتنا. والبوكيه جرنيه بتاعنا النهاردة بسيط خالص، مفهوش أي تكلفة أو أي مكونات كتير. هيكون معانا بصلاية وطماطماية. وطبعا القناصة والكبدة بتوع الفرخة مش هرميهم، أنا بسلقهم مع الفرخة. هعصر نص ليمونة كده بحيث ان اشيل اي زفارة، لان طبعا انا مش هحط جنزبيل او احط ورق لورا ولا اي حاجة من دي خالص. انا بعمل على الطريقة القديمة خالص. احط البصلة والطماطمية بس. وده هيكون مكونات البوكيه جرنيه بتاعنا. هنسيبها بقى تستوي مع بعضها كده وتبدأ تغلي، وبعدين نشوف هنعمل المحشي بتاعنا ازاي. في حلة على النار هنحط فيها معلقتين 2 من الزيت، واول ما الزيت يبدأ يسخن معانا هنزل عليه بمعلقة كمان من السمنة او الزبدة. بعد ما السمنة والزبدة يسيحوا هنبدأ ننزل عليه بنص لتر من الطماطم المعصورة الفريش. هحط على الطماطم الفريش ديت نص معلقة صغيرة من السكر، طبعا عشان نعادل الحموضة اللي في الطماطم. وبعدين أبدأ أجهز البصلة بتاعتنا اللي احنا هنحطها عليه. أول ما تبدأ الطماطم بتاعتنا تغلي كده هكون جهزنا البصلة، قشرناها وخرطناها. هننزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة صغير. هنسيب البصلة بتاعتنا تدبل كده مع الصلصة بتاعتنا كويس. ونحط عليها كمان معلقة صغيرة من الملح. هنقلب الطماطم والبصل والملح مع بعض، ونسيبها على النار لحد ما تبدأ تتسبك معانا كويس وما يبقاش فيها أي بخار من المية زي ما احنا شايفين كده. وبعد ما بدأت تتسبك معانا هبدأ أنزل عليها بالتوابل بتاعتنا، وهي عبارة عن نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة من الكمون، وأنا بحب أحط كمان نص معلقة من الكاري. وكمان هنزل عليها بنص معلقة من البابريكا، واحط لها ربع معلقة من الشطة، وده طبعا اختياري. نقلب بقى المكونات بتاعتنا مع بعضها كده، وبعدين أبدأ أنزل عليهم بنص كيلو من الرز. أشوح الرز بتاعنا كويس جدا. بقعد أشوحه كده دقيقتين 2 على البوتاجاز بس، بحيث إن لو في أي بخار مية من غسيله يبدأ يتبخر معانا. وبعدين خلاص بيبقى كده جاهز للحشو. بطفي النار، وبعد ما بطفي النار بيبدأ يهدى معايا ببدأ أنزل عليه بالخضرة المشكلة. أنا عندي هنا كزبرة وبقدونس وشبت.
ودلوقتي هنبدأ نشوف الفراخ بتاعتنا ونحط لها معلقة من الملح. الشوربة بتاعتنا شفافة وجميلة جدا، طعمها ولا أحلى من كده. ودلوقتي عندي البدنجان والكوسة أنا قورتهم، بس سبت 2 كده هحاول أقورهم معاكم، بحيث إن انتوا اللي ما بيعرفش يقور يبدأ يشوف التقوير معانا بيبقى سهل ازاي. أنا عندي هنا فلفل كده ألوان، حبيت أنقي الفلفل الصغير عشان يبقى حلو في المحشي. هبدأ بالسكينة كده أقطع الطرف بتاعه من فوق، واسيب فيه مسافة كده بحيث ان انا احب اغطيه بيه بعد ما احشيه. والعنق بتاعه اللي هو بيبقى اخضر ده هبدأ اشيله علشان خاطر ما يبقاش شكله وحش في الاكل، وكمان ملهوش لازمه. وبالسكينة كده هبدأ اشيل مكان البذر كده وانفضه كويس. هو كده خلاص بقى جاهز معانا للحشو. اسرع حاجة ممكن تقوري. بعد كده هجيب طبق واجيب مقوار ونبدأ نقور مع بعض الكوسة. في النص بالظبط كده بتاع الكوسة هبدأ ادخل المقوار والفه، هيبدأ يطلع معايا التقوير. هبدأ ادخل المقوار تاني والف في الكوسة، هتلاقي التقوير بتاعنا طلع كله كده بكل سهولة. البدنجان برضو نفس الشكل، ادخل المقوار كده على شكل دايرة، وبعدين هدخل البدنجان في قلب المقوار كده والففه لحد ما يبقى معانا بالسمك ده. وبعدين جهزت الصينية اللي انا هدخل فيها المحشي في الفرن. هحط فيها شرايح من البصل والطماطم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعدين ابدأ اعبي الكوسة والبدنجان بتوعي. ناخد بالنا واحنا بنعبي الكوسة والبدنجان ان ما ينفعش نخلي الصابع بتاعنا مضغوط كده ومكبوس، لا احنا هنحشي تلتين الصابع بس، والرز كمان يبقى مفرفر، بس عشان نتأكد ان الرز نزل لتحت مش هنضغطه بصابعنا كده، لا احنا هنبدأ هنضربه كده ضربتين بضاء على ظهر ايدينا بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، بحيث ان احنا نضمن ان الرز ينزل في قلب صباع المحشي. هنحشيه تلتين بس كده ونسيب التلت عشان نسبة السوا بتاعة الرز لما تزيد. هخلص بقى الكمية كلها كده واحطها في الصينية. وطبعا الفلفل هو الحاجة الوحيدة لما بنيجي نحشيها بنحشي تلتينه برضو، بس بنكبسه علشان خاطر الفلفل بيبقى طري معانا، ما ينفعش نسيبه مهوي. وده شكل المحشي بعد ما خلص. دلوقتي بقى هبدأ اخد من الشوربة الجميلة بتاعت الفراخ بتاعتنا ديت وازيد المحشي. طبعا احنا هنزيد نص بس المقدار بتاع المحشي، يعني مثلا لو احنا عاملين المحشي سطرين فوق بعض هنزيد بس مقدار سطر واحد من تحت، بحيث ان هو هيكمل سواه في البخار. هندخله الفرن على درجة حرارة حوالي 200، وهننزل الشبكة ناحية تحت كده وهنسيبه في الفرن هياخد حوالي ساعة. طبعا لو احنا حاشينه في صينية بايركس نقدر نقدمه بالشكل ده، لان احنا طبعا الصينية تكون بايركس فيكون شكلها حلو، او ممكن نغرفه في اطباق، او ممكن نقلبه زي ما انا هعمل دلوقتي. وعشان كمان نضمن ان هو ما لزقش معانا. ده شكل المحشي اهو، ما بقاش فيه اي شوربه ولا اي حاجه، مستوي كويس جدا بنص مقدار اللي احنا حطيناه، اللي هو مقدار الشوربه اللي احنا حطيناه. ودلوقتي بقى هنبدأ نحمر الفراخ بتاعتنا بعد ما هي استوت. عندي طماطمايه هنا واحده بس معصوره، او معلقه صلصه كبيره، احط عليها ربع معلقه من الملح، وربع معلقه من الفلفل الاسمر، وربع معلقه من الكزبره، ومعلقه من الزيت. هقلب بقى المكونات بتاعتنا كلها مع بعضها، وفي صينيه كده هبدأ احط فيها معلقتين 2 من الزيت، وبعدين ننزل عليهم بالصلصه اللي احنا عملناها من شويه. هندهن الفراخ بتاعتنا بقى وندخلها الفرن تاخد وش. وده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما خرجت، طعمها جميل جدا وشربتها احلى بكتير. وده كمان شكل المحشي بعد ما غرفناه. يا رب تكون الوصفة النهاردة سهلة وعجبتكم، ولو عجبكم ما تنسونوش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.